عرفت الدول الإسلامية السنية منذ ولاية بوش الابن إلى ترامي انزلاقات خطيرة واغتيالات في عدد كبير من القادة والصحافيين الذين فطنوا إلى محور الشر الجديد يترأسه دحلان وبمباركة أمريكية ودعم إماراتي وتنفيذ مصري بمشاركة أجهزة استخباراتية لكل من إيران والإمارات والأردن وسوريا والعراق وبعض بقايا الجهاز السابق للقذافي وخليفته حفتر يهدف إلى تفعيل المذهب الصوفي وضرب الكيان السني وتركز هدًا المحور في أفشال تحالف قطر والسعودية وتركيا بدأ باستقبال السيسي في الإمارات وبعث رسالة إلى باقي دول الخليج أن الإمارات ضد هدم التحالف وأنها مع تحالف مصر وإيران وسوريا والعراق. حاول هدن المحور زعزعة أمن تركيا بدعم انقلاب فاشل وتشويه صورة السعودي وقطر عن طريق ربط الإخوان بالوهابية والإرهاب، تشتيت اليمن وطالت الحرب فيها من أجل استنزاف السعودية. محاولة استئصال قطر من مجلس التعاون الخليجي بعد محاصرتها واختراق وكالة الأنباء القطرية وتزييف حقائق عن أمير قطر الكنا. خبر واشنطن بوست أكد بأن الإمارات كانت وراء هذه القرصنة ودلك بناء على تقارير استخباراتية أمريكية. هدًا فيما يخص قطر والسعودية وتركيا واليمن، ولم تسلم كل من المغرب والسودان وتونس ودول أخرى من هدن المحور محاولة التدخل في الشؤون المغربية في عهد ولاية بن كيران، لكن قوة المخابرات المغربية وحنكة الملك محمد السادس ابعدت هدن المحور عنه. في تونس محاولة إفشال برنامج أصدقاء تونس وإفشال برنامجها التنموي ورغم حفتر على القيام بعمليات عسكرية في الحدود التونسية تحت غطاء داعش من أجل زعزعة أمن تونس. الحراك الشعبي في السودان يقف خلفها الأذرع الأمنية الإماراتية تهدف إلى الإطاحة بالبشير أو إبعاده عن موقفه الداعم للسعودية في شرعية الرئيس هادي، في حين لم تسلم عمان والكويت ودول أخرى من هدن المحور. ولنا موعد ثاني مع حقائق جديدة تكشف خطورة هدن المحور.